اللي في الصورة دوت راجل كان الكل بيحلف بأدبه وأخلاقه، مدرس بيخرج أجيال وبيروح شغل في مواعيد بانتظام. لكن الحقيقة إن الراجل ده كان شايل جواه رغبات غريبة ومحرمة تماما، وبدأ يبص لبنت أخوه اليتيمة نظرات فيها تجاوز لكل الخطوط الحمراء. القصة دي فيها أسرار حصلت ورا الأبواب المقفولة، وتفاصيل عن علاقة بدأت بالخوف وانتهت بجريمة انتقام بشعة، والسبب فيها رغبة جسدية سيطرت على عقل عم ناحية بنت أخوه اللي كان المفروض يحميها. وعشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة حابب أفكرك إن عرض حلقات برنامج القصة من الأول بيكون كل يوم حد وخميس الساعة 10 بالليل. يلا بينا نبدأ قصتنا. الحكاية بتبدأ في سنة 2002 وبالتحديد في محافظة بورسعيد في مدينة بور فؤاد. في الوقت ده كان في شاب اسمه سيد، شاب مجتهد وبسيط، فتح محل سمك صغير على قده وبدأ يحاول يبدأ بيه حياته ومشي بخطوات ثابتة. سيد كان بيدور على الاستقرار وقابل بنت اسمها إيمان عجبته جدا وحس إنها الإنسانة اللي ممكن يكمل معاها مشوار حياته. سيد كان جاهز للخطوة ديت وعنده شقته الخاصة في بيت العيلة بتاعه. البيت ده كان عبارة بيت عيلة مكون من 3 أدوار. الدور الأرضي في الأب والأم، وفي الدور التاني كانت شقة أخوه الكبير اللي أكبر منه ب3 سنين واسمه فتحي، وكان متجوز واحدة اسمها نوال. أما بقى سيد فكانت شقته موجودة في الدور الثالث في نفس البيت وجهزها بالكامل من فلوسه الخاصة وتعبه وشقاه في محل السمك عشان تبقى بيت الزوجية. سيد عرض الجواز على إيمان وافقت ورحبت جدا بالموضوع، وفعلا راحت عيلته وتقدموا لها بشكل رسمي وتمت الجواز على خير. إيمان استقرت مع سيد في شقتهم بالدور الثالث، وفي سنة 2003 ربنا رزقهم بأول فرحتهم، بنت سموها شهد. سيد في الفترة دي كان بيشتغل ليل نهار في محل السمك وقدر يكبر شغله ويوسع المحل بفضل اجتهاده ودعم مراته إيمان اللي كانت ست بيت مدبرة وشايلة معاه الحمل وبتحاول توفر معاه القرش على القرش عشان يكبروا حياتهم. وبعد 4 سنين من ولادة شهد إيمان حملت تاني وجابت أحمد، وبقى عندهم كده بنت وولد، والفرق بينهم 4 سنين. في الوقت اللي كانت فيه حياة سيد وإيمان مستقرة وناجحة كانت المشاكل بتبدأ تظهر في الدور التاني في شقة فتحي ومراته نوال. فتحي للأسف ما كانش شخص ناجح في حياته العملية ولا في شغله زي أخوه سيد، وده كان بيخلق فجوة مادية وتوتر مستمر. نوال مراته ما كانتش راضية بالعيشة ولا بالظروف المادية المحدودة اللي هم فيها، وده كان بيخليها دايما في حالة اعتراض وطلب مستمر للفلوس، نفسها تعيش في مستوى أفضل. واللي زود بقى الطينة بلة إن الحما اللي هي والدة سيد وفتحي كانت بتفرق في المعاملة ما بين نوال وبين إيمان بشكل واضح. إيمان كانت بتعامل حماتها بحنية كبيرة، بتنزل لها الدور الأرضي تخدمها وتشوف طلباتها وتراعي سنها، وصوتها دايما واطي وما بتعملش مشاكل. أما الحما فكانت شايفة إن إيمان هي الزوجة اللي بتقف جنب زوجها وطلباتها قليلة، فكانت بتحبها جدا وبتفضلها في المعاملة. على العكس تماما نوال بقى كانت دايما بتشتكي وصوتها عالي وطلباتها كتير، وده خلى حماتها هنا تعاملها بقسوة شوية وتنتقد تصرفاتها باستمرار. من هنا بقى يا باشا الغيرة بدأت تخش قلب نوال من سلفتها إيمان، خصوصا إن الجيران في المنطقة كانوا بيحبوا إيمان جدا وبيشكروا في أخلاقها والهدوء بتاعها. فكانت نوال حاسة إن إيمان هي اللي على الحجر، أما هي فمركونة على الرف ومحدش مهتم بيها. المشاكل في شقة الدور التاني ما بين فتحي ونوال وصلت لطريق مسدود، والخناقات بقت يومية وصوتهم بيوصل لكل البيوت. فتحي كان بيوصل لمرحلة الزهق وبيقول لها بوضوح لو مش عاجبك العيشة ديت أنا تعبت، خدي الولد وروحي عند أهلك. وفعلا نوال كانت بتاخد ابنها
وتروح غضبانة عند أهلها لفترات طويلة. وفتحي كان بيروح يرجعها مرة واتنين وعشرة عشان خاطر ابنه، لكن الوضع كان بيتكرر بنفس الشكل كتير قوي. وفي سنة بقى 2014 فتحي قرر ينهي المعاناة دي وطلق نوال طلاق نهائي. وبعد الطلاق نوال شافت حياتها واتجوزت حد تاني وقفلت صفحتها تماما مع البيت ده. بعد سنتين من طلاق فتحي حصلت كارثة كبيرة هزت البيت كله. سيد توفى فجأة وساب إيمان وأولاده شهد وأحمد لوحدهم في وقت صعب. في الفترة دي والده كان توفى قبله، فما بقاش فيه رجالة في البيت غير فتحي. وهنا الحما اللي كانت خايفة على إيمان وولاد أخوها وعلى ورثهم في البيت بدأت تضغط على فتحي وتقول له: يا فتحي، انت لازم تتجوز إيمان مرات أخوك، انت أولى بيها وبالولاد وبالبيت. فتحي رحب جدا بالفكرة وعرض الموضوع على إيمان، وإيمان كان ردها حاسم وواضح. قالت له: يا فتحي، انت شخص محترم ومقامك كبير عندي، بس أنا مستحيل أشوفك أكتر من أخويا وعم لولادي. أنا عايزة أعيش على ذكرى سيد وأربي عيالي وبس. فتحي في الأول بين لها إنه محترم القرار بتاعها وقال لها مفيش مشكلة، لكن الحما فضلت تضغط على إيمان وتقول لها إن وضعها مش هيتغير كده كده، هي عايشة وسطهم. وإيمان فضلت متمسكة بموقفها وبدأت تنزل تتابع محل السمك اللي سابه سيد عشان تصرف على أولادها، لكن الدخل مبقاش زي الأول والمصاريف زادت عليهم. فتحي في الوقت ده كان يومه مشغول جدا، بيشتغل مدرس بالنهار وبيشتغل على تاكسي بالليل عشان يقدر يلاحق على مصاريفه ومصاريف أمه. وبما إنه عايش لوحده في شقة في الدور التاني بعد طلاقه وموت أخوه ساب فراغ في البيت، بدأ هنا يتكسف يطلب من إيمان إنها تطلع تعمل له أي حاجة في الشقة بتاعته أو حتى تغسل له هدومه. فبدأ يعتمد على شهد بنت أخوه اللي كانت كبرت وبقت في مرحلة الثانوية العامة، وكان بينادي عليها ويقول لها: يا شهد، اطلعي انشري الغسيل في البلكونة، أنا بتكسف أقف هناك، أو اطلعي اعملي لقمة أكلها، أنا راجع من الشغل جعان. شهد كانت بتطلع بحسن نية كاملة، ده عمها وفي مقام أبوها. وإيمان ما كانتش بتعترض لأنها شايفة إن ده واجب البنت ناحية عمها اللي ملوش حد يخدمه. والجدة كمان كانت كبرت في السن وما بقتش تقدر تطلع الأدوار العالية، فكانت قاعدة في الدور الأرضي على طول، وأي حد من الأحفاد أو فتحي أو إيمان ينزلوا يسلموا عليها ويشوفوا طلباتها. فتحي بدأ يطلب من شهد تطلع له يوميا بحجة إنه مدرس وهيوفر على أمها تمن الدروس الخصوصية ويذاكر لها بنفسه عشان تجيب مجموع وتخش الكلية اللي نفسها فيها. فتحي في الفترة دي بدأ يمشي في سكة مش مظبوطة خالص، وبدأ يقضي ساعات طويلة قدام شاشة الكمبيوتر بيتفرج على فيديوهات ومواقع مش مظبوطة. الفيديوهات دي أثرت على دماغه وبدأت تخليه يبص للأمور بشكل تاني خالص، وبدل ما يشوف شهد بنت أخوه اليتيمة كأنها بنته بدأ يركز في تفاصيل جسمها وملامحها بنظرة فيها رغبة وغدر. وهنا الشيطان سيطر على تفكيره وبدأ يستنى أي فرصة يكون فيها لوحده مع شهد في شقته عشان يحاول يقرب منها بأي شكل من الأشكال. لما كانت شهد تطلع لعمها فتحي في الدور التاني عشان تنظف الشقة أو تعمل له أي حاجة هو عايزها، كان فتحي بيتعمد يخش وراها المطبخ وهي واقفة بتغسل المواعين أو بتحضر له الشاي. كان بيتعمد يعدي من وراها في مساحة ضيقة جدا وبيحاول يلمس جسمها وهو بيعدي. وهنا البنت كانت بتترعش وبتخاف من اللي بيحصل وبتاخد بعضها وبتنزل جري على شقتها. وكان هو بكل برود بيحاول يهديها بكلام طبيعي كأنه بيعرفها إن ما كانش يقصد وإنه بس كان معدي وما خدش باله، وكان بيطلب منها ما تزعلش ومتفهمش الموضوع غلط لأنها في مقام بنته. الموقف ده اتكرر مرة واتنين وتلاتة، وشهد كانت بتخبي الموضوع ده جواها وما كانتش بتنطق بكلمة واحدة لأمها إيمان. شهد كانت خايفة جدا إنها تحكي وكانت مرعوبة إن جدتها اللي قاعدة في الدور الأرضي ما تصدقهاش أو إن أمها تفتكر إنها بتتبلى على عمها اللي الكل كان بيحلف بأخلاقه في المنطقة كلها. الخوف ده خلى فتحي
يتجرأ أكتر، وبدأ يستغل الساعات اللي بتقعد فيها شهد معاه عشان يذاكر لها دروس الثانوية العامة في شقته. فتحي بدل ما يشرح لها الدروس ويهتم بمستقبلها بدأ يحط إيده على جسم شهد في أماكن مش مظبوطة، وبرضه بدأ يتجاوز معها كل الحدود في الكلام. هنا بقى الشيطان صور له إن البنت دي بقت مباحة ليه تماما، ونسي خالص إنها من المحرمات عليه، وإنها أمانة أخوه اللي مات وسابها في رقبته. الموضوع اتطور من مجرد لمسات لتحرش صريح ومستمر، وللأسف شهد وقعت في علاقة محرمة كاملة مع عمها فتحي تحت ضغط الخوف والتهديد المبطن منه، والموضوع اتكرر مرات كتير، وشهد بقت تطلع وتنزل وهي شايلة سر تقيل ومحطم حياتها. لكن في السن ده ما كانتش مستوعبة حجم الكارثة اللي هي وقعت فيها، ولا عارفة تتصرف ازاي. إيمان في شقتها كانت فاكرة إن بنتها بتذاكر ومستقبلها بيتأمن، لكن الحقيقة إن شرف البنت وحياتها كان بيتدمر في شقة أقرب الناس ليها. بعد فترة مش كبيرة بدأت دعاء أخت إيمان الصغيرة تتجهز لجوازها، ودعاء كانت قريبة في السن من شهد، الفرق بينهم كان حوالي 5 سنين، يعني كانوا زي الصحاب كده. دعاء كانت بتطلب من شهد تنزل معاها بورسعيد عشان يشتروا جهاز العروسة والهدوم والمكياج ومستلزماته. في المشاوير دي دعاء بدأت تلاحظ إن شهد مش طبيعية خالص. البنت كانت دايما سرحانة وعينيها مليانة دموع، ولما حد يكلمها كانت بتخاف وبتتخض كأنها عاملة مصيبة. دعاء صممت تعرف في ايه، وفضلت تضغط على شهد مرة واتنين لحد ما البنت انهارت تماما، وبدأت تحكي لها كل الكوارث اللي عمها فتحي عملها معاها في شقته. شهد قالت لخالتها دعاء انها حاسة ان حياتها انتهت، وانها مستحيل في يوم من الايام تكون عروسة زيها او تلبس فستان فرح وتتجهز، لانها خلاص ما بقتش بنت. دعاء لما سمعت الكلام ده حست بصدمة عمرها، وما بقتش عارفة تنطق ولا تتصرف ازاي من بشاعة الكلام اللي سمعته. دعاء وعدت شهد انها هتتصرف، لكن شهد كانت مرعوبة ان امها ايمان ما تصدقش الكلام ده، وقالت لخالتها ان ايمان بتعتبر فتحي هو السند والظهر ليهم بعد موت سيد، وشايفة انه انسان ملوش زي في الدنيا ومستحيل يغلط. دعاء ما قدرتش تسكت على المصيبة دي نهائيا، واخدت اختها ايمان وخرجوا مع بعض بره البيت عشان يتكلموا في مكان بعيد عن الجدة وعن فتحي برضه. دعاء حكت لإيمان كل التفاصيل اللي شهد قالتها، وعرفتها إن بنتها شرفها ضاع على إيد فتحي اللي ساكن معاهم في نفس البيت. إيمان في اللحظة دي حست إن الدنيا بتلف بيها، ونزل عليها الخبر زي الصعقة اللي هزت كيانها كله، وبدأت تعيط وانهارت تماما، وكانت بتقول إن ده مستحيل يحصل من فتحي أخو جوزها وصاحب عمره. دعاء فضلت تهدي في إيمان، واتفقوا إن هما لازم يتأكدوا من الكلام ده بشكل طبي وعلمي بعيدا عن أي ظنون. وفعلا أخدوا شهد وراحوا لمحافظة بورسعيد نفسها، وبعدوا عن منطقة بور فؤاد عشان يضمنوا إن محدش يعرفهم ولا تحصل فضيحة في المنطقة لو حد شافهم عند دكتور نسا. وفي اللحظة دي دخلوا عند دكتور نسا متخصص، وبعد الكشف الطبي الدكتورة صدمتهم بالخبر المشؤوم، شهد فعلا فقدت عذريتها. والموضوع ده بقاله شهور طويلة، مش لسه حاصل جديد، وده أكد كل حرف شهد قالته عن عمها فتحي. إيمان رجعت البيت وهي إنسانة تانية خالص. الصدمة كانت أكتر إنها تستوعبها في يوم وليلة، وفضلت تفكر هتعمل إيه لو حكت لحماتها. عمرها ما هتصدقها، وهتقول إنها بتتبلى على ابنها المدرس المحترم عشان تكرهها فيه، ولو الموضوع اتعرف والشرطة دخلت ممكن حماتها تطردهم من البيت وتضيع حق أولادها في ورث أبوهم، وكمان البنت شهد هتتفضح وسيرتها هتبقى على كل لسان في بورسعيد كلها. وهنا إيمان بدأت تمثل إنها طبيعية جدا، ومنعت شهد إنها تطلع الدور التاني عند عمها نهائيا. إيمان كانت بتتحجج لفتحي إن البنت تعبانة ومحتاجة ترتاح ومش قادرة تطلع تذاكر فوق. نار الانتقام
بدأت تولع في قلب إيمان، وقررت إنها لازم تاخد حق بنتها بإيديها، لأنها كانت واثقة إن ده الحل الوحيد اللي هيشفي غلها ويرد اعتبار بنتها اليتيمة. إيمان راحت لمحل مبيدات حشرية واشترت مادة سامة قوية جدا، وقررت إنها تنهي حياة فتحي في أقرب فرصة ممكنة. وبعد أسبوع من كتمان السر والألم، إيمان انتهزت فرصة إن ولادها في الدروس وحماتها نايمة في شقتها في الدور الأرضي، وطلعت لفتحي وعزمته على الغدا عندها في البيت، وعرفته إنها طبخت له طاجن ملوخية بالأرانب من اللي هو بيحبهم. وفعلا إيمان عملت طاجن ملوخية جبار من اللي فتحي بيحبه، وقالت له أنا بنفسي هنزل لك الطاجن عشان تتغدى بيه عندك في البيت. وبعد ما فتحي وقع واترمى في الأرض، إيمان أخدت بعضها وقفلت الشقة وطلعت على بيتها. لكن قبل ما إيمان تخرج بكوباية الشاي من المطبخ، سمعت صوت فتحي وهو بينازع في الصالة، والسم بدأ يشتغل في جسمه، وبدأ يحس بآلام رهيبة في معدته، وما بقاش قادر يتنفس ولا ينطق بكلمة واحدة. فتحي وقع من على الكرسي ومسك بطنه وهو بيصارع الموت وبيحاول يستغيث، وفي أقل من دقايق كانت أنفاسه الأخيرة طلعت وفارق الحياة تماما. إيمان في اللحظة دي ما ارتبكتش ولا خافت، بالعكس شالت الأطباق وفضلات الأكل ونظفت المكان بكل هدوء، ونزلت شالت كل أثر للجريمة وللأكل والسم، وقفلت عليه باب الشقة وسابته مرمي في الأرض في مكانه ولا كأن في أي حاجة حصلت. الوقت جري ووصلنا للساعة 6 بالليل، وده الميعاد اللي فتحي متعود فيه ينزل من البيت ويركب التاكسي بتاعه عشان يبدأ وردية الشغل. أم فتحي اللي هي الحما كانت قاعدة في شقتها في الدور الأرضي، وبدأت تقلق لما ما سمعتش صوت فتحي وهو نازل ولا حتى صوت التاكسي، ففضلت تنده عليه بصوت عالي من تحت، لكن طبعا مفيش أي حد بيرد. وهنا الحما نادت على إيمان وطلبت منها تبعت واحدة من ولادها، شهد أو أحمد، يصحوا عمهم من فوق عشان يلحق يروح شغله. إيمان ردت ببرود وقالت لها أنا هطلع أشوفه بنفسي يا ماما. طلعت فعلا، لقت الباب مقفول وبدأت تخبط بكل قوتها وتعمل صوت عالي كأنها بتحاول تصحيه. وبعدين رجعت لحماتها وقالت لها ده مش بيرد خالص يا ماما، والباب مقفول من جوه بالقفل، أنا قلبي مش مستريح. وهنا الحما أخدت مفتاح الشقة الاحتياطي وطلعت هي وإيمان، وأول ما فتحوا الباب ودخلوا لقوا فتحي مرمي على الأرض مفهوش نفس. وهنا الصراخ بدأ يملى البيت، والجيران اتجمعوا وطلبوا الإسعاف والشرطة فورا، ورجال المعمل الجنائي والطب الشرعي وصلوا وعاينوا مسرح الجريمة وقرروا نقل الجثمان للمشرحة عشان يعرفوا سبب الوفاة. تقرير الطب الشرعي طلع صدم الكل وأثبت إن فتحي مات مسموم، وإن آخر حاجة دخلت معدته كانت طاجن ملوخية فيه كمية كبيرة من المبيد الحشري. المباحث بدأت تسأل الحما اللي أكدت إنها ما طبختش ملوخية خالص في اليوم ده، وما أكدتش ابنها أي حاجة من وقت ما رجع من شغله الصبح. وهنا التحقيقات بدأت تضيق على إيمان، خصوصا إنها كانت موجودة في البيت طول الوقت، ومع الضغط الشديد في الأسئلة والمواجهة بالأدلة الفنية إيمان ما قدرتش تكمل في الإنكار وانهارت واعترفت بكل حاجة، وحكت عن الجريمة اللي فتحي ارتكبها في حق بنتها شهد، وقالت إنها كانت واثقة إن حماتها مش هتصدقها، فقررت تاخد حق بنتها بإيديها وتنهي حياة الشخص اللي خان الأمانة وضيع شرف البنت اليتيمة. وهنا الحما بالرغم من صدمتها في اللي ابنها عمله فضلت تدافع عنه وتجيب محامين يطالبوا بالقصاص من إيمان. ده غير انها حاولت تكذب كلام حفيدتها شهد وتتهمها انها كانت بتعمل علاقات بره البيت وعايزة تلبس التهمة لعمها، لكن التحريات والمباحث والطب الشرعي أكدوا صدق كلام إيمان وبنتها. وفي سنة 2022 المحكمة أصدرت حكمها بالسجن 25 سنة على إيمان، والقاضي راعي الظروف القاسية اللي كانت بتمر بيها
واعتبر انها كانت في حالة دفاع عن شرف بنتها لكن بطريقة غير قانونية. الدرس المستفاد من قصة النهاردة ان الخيانة بتدمر البيوت، والسكوت على التحرش في بدايته بيؤدي لكوارث اكبر، والقانون هو الطريق الوحيد المضمون لأخذ الحقوق مهما كانت بشاعة الجريمة. والسؤال لحضراتكم، تفتكروا ايه التصرف الصح اللي كان لازم ايمان تعمله اول ما عرفت باللي حصل لبنتها؟ مستني ردكم في التعليقات. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية. سلام.